الصقور الخضراء تلتهم راقصي التانجو، والسيد معزة يقف عاجز تماما قدام كانو وسلمان الفرج. وعبقرية رينار هي السبب الرئيسي في الأداء المذهل اللي ظهر عليه الخضر النهاردة قدام الأرجنتين. ومن الصقور للنسور، نسور قرطاج بيفرطوا في فوز قدام الدنمارك بعد أداء شوط أول رائع جدا جدا ضيع فيه المنتخب التونسي ما يقرب من 15 فرصة محققة على المرمى الدنماركي. ما تنسوش في نهاية حلقتنا هنتكلم عن لقطة في المونديال في حلقتنا الثالثة من سلسلة كأس العالم قطر 2022 مع الباش لعيب، وحلقة جديدة دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من سلسلة كأس العالم قطر 2022 مع الباش لعيب. نجح منتخب السعودية في إنهاء سلسلة اللا هزيمة للمنتخب الأرجنتيني بعد 34 مباراة بدون خسارة. نجح رينار ورفاقه في تسجيل هدفين ولا أروع في الشوط الثاني، تفوز السعودية قدام الأرجنتين في مباراة للتاريخ. رينار اعتمد على خطة لعب 4-3-3، لكن مش كده وبس، رينار كمان اعتمد على ان اللعيبة بتاعته تبقى متمركزة في 18 متر، بتبقى عبارة عن خطين او 3 خطوط خلال 18 متر بس. وده اللي ساعد اللعيبة بتاعت السعودية ان هي تنفذ خطة مصيدة التسلل كما انزل، يعني نفذوا مصيدة التسلل زي ما الكتاب بيقول. وكل لاعيبة الدفاع السعودي كانوا في حالة ذهنية عالية جدا جدا جدا. كمان لا نغفل دور الثنائي في نص الملعب، سواء كان محمد كانو او سلمان الفرج قبل ما يطلع مصاب. الاتنين دول كمان ادوا تقل لنص ملعب السعودية وخلوهم متمركزين. ويحسب لرينار ومنتخب السعودية رغم تقدم الأرجنتين من ضربة جزاء في أول 10 دقايق، وضربة جزاء أنا شايفها من وجهة نظري إنها تعدي عادي. يعني لو للأرجنتين الكرة دي مش هتتحسب، هي اتحسبت على السعودية بس الكرة دي لو للأرجنتين ما كانتش هتتحسب. كرة تعدي، مش يعني أنا مش هي ممكن ترقى لضربة الجزاء، بس أنا شايفها تعدي. رغم كده برضو المنتخب السعودي صمد طوال الشوط الأولاني والتزم بخطة رينار الشوط الاولاني كله، وكمان ابتدى يضغط هجوميا كمان على الارجنتين. اي نعم على استحياء في الشوط الاولاني، لكن برز الضغط ده الشوط الثاني في الدقايق الاولى. وكان واضح كمان من المنتخب الارجنتيني ومدربه الارجنتيني ليونيل سكالوني ان هو كان مستسهل قوي الماتش، خاصة بعد ما غلب الامارات 5 في الجولات التحضيرية قبل كاس العالم. كان مستسهل قوي السعودية. يقوم رينار مديله على عينه في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 49، وصالح الشهري يديله جون يعني فين يوجعك في الدقيقة 49، يعني تقريبا بعد 4 دقايق بس من بداية الشوط الثاني، ويديله هوب لسعة. لكن رينار كده بص كده، الله هو بس واحد بس؟ لا مش هينفع واحد بس، لا ده الراجل مستهيفنا احنا، لا ده احنا الخضر، وطالما احنا الخضر يبقى لازم نديله على عينه. يوم يجي سالم الدوسري في الدقيقة 54، يعني تقريبا بعد 10 دقايق بس من هدف صالح الشهري، يبقى يديله جون زي ما الكتاب بيقول، بيقطع الكورة ويرقص على منطقة الجزاء ويلعبها سويرف زي ما الكتاب بيقول عشان تتقدم السعودية 2-1 ونقطة. ومن اول السطر السعوديه كده غالبه 2-1. الارجنتين ابتدت تتفاجئ بقى، يعني صحيوا من النوم. احنا صحينا لقينا النتيجه 2-1 والسعوديه غالبه 2-1. طب هنعمل ايه؟ يقوم سكالوني منزل كل اللعيبه اللي عنده اللي ينفع تلعب عشان خاطر يضغط على السعوديه ضغط امامي، ويحول طريقه اللعب ل 3-4-3 ويضغط بكل قوته على المنتخب السعودي. لكن الصلابة الدفاعية اللي كان بيتميز بيها المنتخب السعودي، وخاصة الباكين اللي كانوا بيلعبوا مع المنتخب السعودي، سواء سعود عبد الحميد على اليمين
او الناحيه الثانيه ياسر الشهراني ربنا يشفيه يا رب ويعافيه بعد الاصابه اللي تلقاها ياسر الشهراني وكسر في الفك وفي عظام الوجه. بصراحه خبطه واصابه قويه جدا جدا لياسر الشهراني، لدرجه ان ولي العهد السعودي امر بسفره مباشره من قطر بطياره خاصه على المانيا لتدخل جراحي فوري لياسر الشهراني. يا رب يا رب يقوم بالسلامه ويرجع تاني ينور الملاعب السعوديه والعالميه. الباكين زي ما قلنا هم كانوا نقاط قوه المنتخب السعودي دفاعيا، وكمان كانوا نقاط ضعف المنتخب الارجنتيني دفاعيا. المنتخب الارجنتيني بيعتمد على الطرفين بشكل قوي، لكن كانت دايما نقاط ضعف المنتخب الارجنتيني او راقصي التانجو على الباكين، وده اللي خلى الاثنين الباكين زي ما قلنا سواء الشهراني او سعود عبد الحميد الاثنين يلعبوا باريحيه كبيره جدا جدا جدا، وكمان يفوقوا في الملعب. يعني سعود بصراحه سعود عمل ماتش عالمي. انا بتفرج على سعود بقول بصراحه باك من الطراز الرفيع، بيفكرني بمفاسة الاهلي المصري اكرم توفيق. شابوه لنجوم الاخضر السعودي. نفوز بس بقى على بولندا تعادلت مع المكسيك، فرصه يا رجاله. بولندا كده بتعادلها مع المكسيك، مجرد ما السعوديه تفوز على بولندا في الماتش الجاي يبقى بنكرر انجاز 94 في امريكا وتصعد السعوديه لدور ال16، وده اللي تمناه كلنا وشكله مونديال عربي. نروح بقى لنسور قرطاج. تونس قدمت اداء عظيم جدا قدام الدنمارك في الشوط الاولاني، ومدربهم التونسي جليل قدير كان واضح عليه ان هو مركز قوي ان هو يخطف نقاط المباراة الثلاث من الدنمارك، خاصة في الشوط الاولاني. وفي كام نجم كده لمعوا في منتخب تونس غير اللي احنا متعودين عليهم، زي عصام جبالي وعيسى بلال وطبعا يوسف المساكني، الى جانب طبعا حارس المرمى اللي قدم مباراه في الشوط الثاني رائعه جدا جدا، وهو ايمن دحلان يعني صد كام كوره كده، واحده من اريكسون بصراحه كانت صعبه جدا جدا جدا، قدر ان هو يطلعها بشماله، وبرع بصراحه دحلان في المباراه خاصه في شوطها الثاني. كان نفسنا معلولو ابننا معلول يشارك في المباراة ويبدع كده ويتألق، لكن ملحوقة معلول ان شاء الله في المباراة اللي جاية تنزل كده وتبدع في الملعب وتوريهم نسر الاهلي الطاير. علي معلول اعتمد قدير او جليل قدير على خطة 3-4-3 مع تحرر يوسف المساكني في نص الملعب وعلى الاطراف، عشان خاطر يعتمد على الهجمات المرتدة، مستغلا لمهارة يوسف المساكني في ان هو بينقل الكورة يمين وشمال وفي العمق بسرعة وبحرفنة. معلم يوسف المساكني كده في نص الملعب كده، رمانة ميزان زي ما الكتاب بيقول. بصراحة يا يوسف رغم السن الا انك رائع جدا وادائك رائع جدا في الملعب. نص الملعب التونسي كمان كان مميز، وخاصه عيسى بلال عمل مباراه من الناحيه الدفاعيه رائعه، لكن كان ينقصه سرعه اللعب الهجومي او سرعه نقل الكوره لقدام، عنده بطء شويه. لو سرع رتمه اكتر كان منتخب تونس هيفوز اكيد في المباراه. المباراة فعلا كانت في متناول المنتخب التونسي طوال الشوط الاولاني. في الشوط الثاني كاسبر هيلماند مدرب منتخب الدنمارك غير بعض التغييرات، غيرت من شكل فريق الدنمارك وخلت الفريق يبان بشكل احسن وبصورة احسن في الملعب، خاصة ماتياس ينسن اللي نزل فيه الباك الشمال او ناحية الشمال عشان خاطر يعمل جبهة قوية جدا جدا، خلت منتخب الدنمارك يبان اقوى واحسن. وكمان ضيعوا كورة اللي شالها من الجون هو كريستيانسن، يعني كريستيانسن لو ما حطش دماغه في الكوره دي كان هتبقى جون لمنتخب الدنمارك، غير ان هم سجلوا هدف واتحسب تسلل. مبروك لتونس النقطه، مستنيين من التوانسه اداء اقوى من كده وتحسن في الاداء في المباريات اللي جايه، خاصه ان انا سايب فرنسا مغلوبه من استراليا
1-0. ودلوقتي مع لقطة مع المونديال، وطبعا احتفالا بالاخضر السعودي بنفكرهم بمشاركتهم في كاس العالم سنة 1994 في الولايات المتحدة الامريكية، ودي كانت المشاركة الاولى لمنتخب السعودية، وقدر منتخب السعودية ان هو يوصل للدور ال16 من البطولة، خاصة بعد ما كسب اول ماتش تاني ماتشين. اتغلب اول ماتش من هولندا 2-1، وغلب تاني ماتش المغرب 2-1، ويفوز في المباراة الأخيرة في المجموعة قدام بلجيكا 1-0 قبل ما يقابل السويد في دور ال16 ويتغلب 3-1، وتبقى المشاركة الأبرز للأخضر السعودي في كاس العالم سنة 94. دي كانت تعليقاتنا وتحليلنا لمباريات العرب في المونديال القطري، سواء السعودية قدام الأرجنتين أو تونس قدام الدنمارك. نتمنى المزيد من التفوق العربي في مونديال قطر 2022. لو عجبتكم الحلقات مع الباش لعيب ما تنسوش تدعمونا بشير ولايك للفيديو وسبسكرايب كمان للقناة، واستنونا في حلقات جديدة مع الباش لعيب وكاس العالم قطر 2022، والسلام عليكم.